بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن أضع بين يدي طلبتنا الأعزاء هذه المحاضرات المتعلقة بقانون الإجراءات المدنية والإدارية. وكما هو معروف لدى الطلبة أن مقرر مقياس قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتميز بكثرة المواضيع وطولها وتشعبها. الأمر يتعذر معه على الطالب الإلمام بكل موضوعاته، لذا حاولت من خلال هذه المحاضرات أن أوازن بين مطلبين: فالأول أن أتطرق إلى أهم المواضيع التي تتعلق بقانون الإجراءات المدنية كالتنظيم القضائي، الخصومة القضائية، الطلبات والدفوع، الأحكام القضائية، طرق الطعن والطرق البديلة لحل المنازعات. أما ثانياً أن أختصر وأبسط المعلومات والأفكار قدر الاستطاع، مركزاً على الجانب التطبيقي والعملي حتى لا يتلقى الطالب معلومات مجردة تفتقر للتطبيق. أولاً، التعريف بقانون الإجراءات المدنية والإدارية. قانون الإجراءات المدنية والإدارية هو مجموع النصوص القانونية التي تبين لنا كيفية رفع الدعوى القضائية وشروطها الشكلية والموضوعية، والجهة القضائية المختصة بالنظر فيها، كما يحدد الشكليات والإجراءات الواجب اتباعها أمام مختلف الجهات القضائية المدنية والإدارية، وطريقة سير الخصومة وإصدار الأحكام القضائية، وطرق الطعن فيها وتنفيذها. ثانياً، خصائص قانون الإجراءات المدنية. تتميز قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعدة خصائص أهمها: 1. الصفة الآمرة للقاعدة. قانون الإجراءات المدنية يعتبر من أهم القوانين التي تطغى على نصوصه الصفة الآمرة، والتي يجب احترامها تحت طائلة البطلان، وذلك لارتباط أحكامه بفكرة النظام العام، والقصد من ذلك هو حماية المتقاضين، فالحرية الممنوحة للمتقاضين في هذا القانون محدودة جدا، كما هو الحال بالنسبة لقواعد التنظيم القضائي أو الاختصاص النوعي. ثانيا، الصفة الشكلية. تعتبر الشكلية من أهم خصائص قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إذ تعتبر وسيلة لحماية المتقاضي وضمانة من ضمانات حرية الدفاع. ويقصد بالشكلية الإجراءات الواجب الاتباع عند عرض النزاع على القضاء وأثناء سير الخصومة وإصدار الأحكام وتنفيذها، ويترتب على مخالفة تلك الشكليات عدم ترتيب الإجراء المعيب لآثاره أو بطلانه، كما قد يترتب على مخالفة تلك الأشكال في بعض الأحيان فقدان الحق الموضوعي ذاته، ومن ذلك الطعن في الحكم القضائي خارج الأجال القانونية. ثالثاً، قانون يمتاز بالفورية من حيث تطبيق قواعده. الأصل في سريان النصوص القانونية هو مبدأ الفورية، وهو ما قررته المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها: تطبق أحكام هذا القانون فور سيرانه. تطبق أحكام هذا القانون فور سريانه باستثناء ما يتعلق منها بالآجال التي يبدأ سريانها في ظل القانون القديم، غير أنه استثناء حدد المشرع مدة سنة بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية ليسري مفعوله، وذلك بموجب المادة 1062 بقولها: يسري مفعول هذا القانون بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولعل مبرر ذلك هو ترك مهلة للقضاة والمحامين والمهتمين بالقانون لمعرفة الأحكام الجديدة للقانون وكيفية تطبيقها، كون أن القانون الجديد
ألغى كليا القانون القديم وجاء بأحكام لم تكن مألوفة من قبل. ثالثا، مكانة قانون الإجراءات المدنية بين القانون العام والقانون الخاص. اختلف الفقه في تصنيف قانون الإجراءات المدنية، فهناك من صنفه في دائرة القانون الخاص، وحجتهم في ذلك أنه قانون يهدف إلى حماية الحقوق والمصالح الفردية التي تقررها القوانين الخاصة الأخرى، بحيث تتجسد تلك الحقوق في أحكام قابلة للتنفيذ، وكذلك تعتبر الدعوى ملكا للخصوم يجوز لهم التحكم في سيرها، كما يجوز لهم في الكثير من الحالات الاتفاق على مخالفة بعض نصوصه، كما أن للقاضي قاعدة عامة كقاعدة عامة دور سلبي بشأن الخصومة، بحيث يقتصر دوره على إصدار الحكم لصالح أحد المتخاصمين. وعلى النقيض من ذلك هناك من يرى أن قانون الإجراءات المدنية يصنف في دائرة القانون العام على اعتبار أن أغلب أحكامه هي عبارة عن نصوص آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، كما أنه قانون يهدف إلى حماية النظام العام والمصلحة العامة وينظم سير مرفق عمومي هو مرفق العدالة. ومهما يقال حول هذه المسألة، نرى بأن قانون الإجراءات المدنية والإدارية هو قانون إجرائي لا ينظم العلاقة بين الأفراد فيما بينهم أو فيها بينهم وبين الدولة، فهو يبين طريق وشكليات الوصول إلى الحقوق بغض النظر عن القانون الموضوعي الذي يحكمها، سواء كان قانونا عام أو خاص. الفصل الأول: مبادئ النظام القضائي. يحكم النظام القضائي الجزائري مجموعة من المبادئ وتسهر على سيره العديد من الهياكل، وسنتطرق من خلال هذا الفصل إلى أهم تلك المبادئ في المبحث الأول، وفي المبحث الثاني إلى تلك الهياكل. المبحث الأول: مبادئ النظام القضائي الجزائري. أغلب الأنظمة القضائية المقارنة تقوم على مبادئ متعارف عليه تنسجم والعمل القضائي، ولا يمكن للقضاء أن يؤدي دوره إلا بتكريسها، وأهمها: المطلب الأول حق اللجوء إلى القضاء، هو من الحقوق الدستورية التي أقرها الدستور الجزائري 96 المعدل والمتمم في المادة 156 فقرة 2، وقررته كذلك المادة 3 فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. فمن حق كل شخص طبيعي أو معنوي أن يلجأ للقضاء لمطالبة بحقوقه أو بحمايتها، ولا يسأل عن ذلك حتى ولو خسر دعواه، بشرط ألا يكون متعسفا في رفع دعواه. غير أن هذا المبدأ يمكن تقييده في بعض الحالات لضروريات عملية وقانونية قصد التخفيف على مرفق القضاء، ومنها اتفاق الأطراف على عرض النزاع على جهة تحكيمية، فمثل هذا الاتفاق يمنع الأطراف في حالة نشوب النزاع عن عرضه على القضاء. وجود نص يمنع عرض النزاع على القضاء قبل عرضه على هيئة أخرى، كوجوب عرض نزاعات العمل الفردية على مكتب المصالحة لدى مفتشية العمل طبقا للمواد 4-5 من القانون 90/04 المؤرخ في 6/11/90 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، والمادة 540 أو 504 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وعرض المنازعات العامة للضمان الاجتماعي على اللجنة الولائية للطعن المسبق قبل عرضها على القضاء طبقا لنص المادة 09 من القانون 83/15 المؤرخ في 2/7/83 المتعلق بالمنازعات الضمان الاجتماعي لمعدل والمتمم. المطلب الثاني هو مبدأ المساواة أمام القضاء،
وهو كذلك من المبادئ الدستورية التي عرفتها كل الأنظمة المقارنة، وقد كرسه الدستور الجزائري في المواد 32 158، وكذا المادة 3 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها: يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة بفرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم. فالخصوم أمام القضاء سواسية، يستفيدون من نفس الفرص في المطالبة والدفاع عن حقوقهم بغض النظر عن صفاتهم أو جنسياتهم أو مراكزهم الاجتماعية، فهم ملزمون باتباع قانون إجراءات أو باتباع قانون إجرائي موحد دون تمييز. المطلب الثالث مبدأ الوجاهة، نص عليه قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الفقرة 3 من المادة 3: يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهة، وهذا المبدأ ملزم للقاضي وللخصوم على حد سواء، ومعناه أن الخصوم ملزمين بتبليغ بعضهم البعض بكل إجراء يقدمون عليه، سواء تعلق الأمر بوثائق أو مذكرات أو أدلة إثبات، وعلى القاضي أن يتحقق من ذلك. ويمكن لكل طرف من الاطلاع على ما قدمه خصمه، ويترك له أجلا معقولا للرد ومناقشة ما قدمه الخصم الآخر، غير أنه استثناء وفي بعض الحالات أين لا يمس الإجراء المطلوب الحق المتنازع حوله، أو أن يكون الحق ثابتا، أجاز قانون الإجراءات المدنية والإدارية للخصم القيام ببعض الإجراءات في غياب الطرف الآخر ودون تبليغه، كالأوامر على العرائض، حيث تنص المادة 310 على أن الأمر على العريضة أمر مؤقت يصدر دون حضور الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو كأوامر الأداء طبقا لنص المادة 106 أين يمكن للخصم وخلافا لمبدأ الوجاهة أن يتحصل عليه في غياب الخصم الآخر. المطلب الرابع مبدأ التقاضي على الدرجتين. الأصل أن الأحكام الصادرة عن المحكمة في أول درجة لا تكون نهائية، وإنما قابلة للمراجعة أمام جهة أعلى منها وهي المجلس القضائي، وذلك لاحتمال خطأ المحكمة في تقدير الوقائع أو في تطبيق القانون. وقد كرس قانون الإجراءات المدنية والإدارية هذا المبدأ بالنص المادة 6 منه بقولها: المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فإذا لم يرضى الخصوم بحكم المحكمة جاز لكل طرف أن يطعن في الحكم عن طريق الاستئناف أمام المجلس القضائي من أجل إعادة النظر من جديد في النزاع، غير أنه استثناء هناك بعض المنازعات لا تخضع لهذا المبدأ، حيث تكون الأحكام الصادرة بشأنها غير قابلة للاستئناف، كأحكام الطلاق والأحكام الاجتماعية الصادرة بشأن التسريح عن العمل، والمتعلقة كذلك بالدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمتها 200,000 دينار، والعديد من الحالات الأخرى التي لا يتسع المقام لذكرها. المطلب الخامس مبدأ العلنية. الأصل في المحاكمات سواء كانت مدنية أو جزائية أنها تتم بصفة علنية أمام الجمهور، فيمكن لأي شخص أن يحضرها، فمن أهم البيانات التي يجب أن يحتويها أي حكم هو ذكر صفة العلنية، غير أنه استثناء على هذا المبدأ. هناك بعض القضايا بطبيعتها تتم في جلسة سرية كقضايا الأحداث، كما يمكن للمحكمة أن تجري المحاكمة بصفة سرية إذا رأت ضرورة لذلك، كالقضايا الأخلاقية كجريمة الزنا أو هتك العرض إلى آخره، غير أن الحكم الصادر في هذه القضايا يجب أن يكون بصفة علنية. شكرا.